مساء الخير. الفيديو المنتظر، البوك شيلف تور او جوله في المكتبه. الحقيقه ان انا عندي مكتبتين، مكتبه صغيره في اوضتي اللي هي اللي ورايا دي، ومكتبه كبيره تانية بره في الصاله. الاتنين ما كانوش مرتبين، فاحنا النهارده هنرتب المكتبه اللي ورا دي ونصورها لكم، ولو عجبكم الموضوع عرفونا في الكومنتات ونصور لكم ان شاء الله المره الجايه المكتبه الكبيره. في الاول بس عايز اعرفكم حاجه. الفيديو ده اتاخر عشان أنا الفتره دي عندي امتحانات، فشادي ملوش ذنب في الموضوع ده. يلا نكمل. علم تصنيف المكتبات ده شيء صعب ومعقد شويه، وليه مدارس وناس يعني ونظريات وكلام زي كده. لكن احنا هنتكلم النهارده عن انواع معينه من التصنيف، او الانواع اللي هي اللي تناسبك انت او تناسب مكتبتك. انت ممكن تصنف الكتب حسب دار النشر، دي حاجه. ممكن تصنف الكتب حسب الكاتب، دي حاجه ثانيه. ممكن تصنف الكتب حسب المنشأ بتاع الادب دوت جاي منين بالظبط. بمعنى ان انا عندي في ادب لاتيني وادب روسي وادب انجليزي وادب فرنساوي والكلام ده كله. فانا بالنسبه لي تنظيم الكتب بيبقى خليط من كل ده. يعني انتوا هتلاحظوا كمان لما نعرض لكم الكتب هتلاحظوا ان هو خليط من كل التصنيفات ده. وطبعا انت هتصنف بالطريقه اللي تناسبك يعني. فيلا بينا نرتب الكتب الاول، وبعد كده نعمل لكم جوله في المكتبه. مساء الخير يا جماعه. زي ما قلنا في الجزء الاول من الفيديو ان في تصنيفات كتير للكتب، منها تصنيف الدول العشري، ده اهم تصنيف للكتب تقريبا. لكن احنا هنسيبنا من الكلام ده كله، احنا هنعمل تصنيف خاص بينا ينفع للكتب بتاعتنا، ينفع للمكتبه، يناسب احتياجاتنا احنا. زي ما قلت لكم ان في اكتر من تصنيف ممكن انت تعمله. يعني ممكن تصنف حسب دور النشر، تلم الكتب اللي في دار نشر واحده جنب بعضها وهكذا. ممكن تعمل تصنيف تاني حسب المنشأ بتاع الادب دوت ايه. بمعنى ان انا مثلا، وده اللي انا بستعمله بالمناسبه، يعني انا مثلا ده الادب اللاتيني. يعني انا عامل الرف ده للادب اللاتيني. الادب اللاتيني مقصود بيه، الادب اللاتيني مقصود بيه ادب امريكا الجنوبيه وادب اسبانيا والبرتغال. يعني اي ادب، اي لغه، اي دوله بتتكلم بالاسبانيه او البرتغاليه. فانتوا هتلاحظوا ان الرف ده مثلا كله ادب لاتيني. الرف اللي تحته انا بعتبره ادب اوروبي، يعني هو تصنيف كده مايع شويه بس هو ادب اوروبي. يعني هتلاقوا فيه ادب فرنسي وادب من النمسا، ستيفن زفايك ده نمساوي المفروض، ادب ايطالي، ادب من دول الاسكندنافيه او الاسكندنافيه، معرفش تنطق ازاي، اللي هو اميره الجليد ده، وهكذا يعني. في رف تالت تحت هنوصل له بعدين، هتلاقوا فيه الادب العربي، الادب الغير مترجم او غير المترجم. تمام. لو هنبدا بالرف اللي فوق، ممكن نبدا من هنا نقول ان ده مثلا جورج امادو، ده كاتب برازيلي. زي ما انتم شايفين، هو انا جبت اعماله المشهوره كلها واعماله المترجمه كلها، قريت منهم تقريبا 3 اعمال، ورشحت منهم 2 بالفعل، وواحده كانت الترجمه بتاعتها وحشه مش هرشحها لكم. الروايه دي مثلا اللي هي دونا فلور، دي احنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، واتكلمنا كمان عن المعصور الاحمر. الراجل ده ادبه زي ادب خيري شلبي، زي ما قلنا قبل كده برضو، ان هو ادب محلي طالع من البلد اللي هو ناشئ فيها، وده بيكسبه شهرة عالمية، وبيكسبه مكانة خاصة في بلده وفي العالم كله تقريبا يعني. جورج امادو بالنسبة له هو افضل كاتب برازيلي. في طبعا باولو كويلو، بس طبعا يعني ملناش دعوة بيه، ده غالبا مش كاتب يعني. ف دي كتب جورج امادو او روايات جورج امادو. جورجي امادو له روايات تانية كمان، زي فرسان الرمال وجابرييلا وتريزا باتيستا وتوكايا جراندي. طبعا هي صادره عن دار الفارابي، وهتلاحظوا كمان ان الاغلفه بتاعتها عظيمه جدا زي ما قلنا قبل كده. محصول الاحمر عملنا عنها حلقه قبل كده. فده جورج امادو يا جماعه، كاتب من البرازيل. المجموعه اللي بعد كده هي مجموعه ادواردو جاليانو. طبعا هو كاتب اوروجواياني، يعني امريكي لاتيني. ادواردو جاليانو زي ما قلنا دايما ان هو كتبه دايما بتناقش مشاكل عالميه، بيأرخ فيها المشكلات والازمات حصلت في التاريخ. زائد ان هو الكتب بتاعته تصنيفها صعب ان احنا نحطه في مكان معين. فهو ادب ادواردو جاليانو مختلف عن كل ادب، عن اي ادب تاني. زي ما قلنا ان هو اخترع نوع ادب خاص بيه. بيبقى عباره عن يعني نص صفحه او صفحه بيقول فيها كلام مهم جدا 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 ومكثف جدا جدا، كانه بيقول كل حاجه في النص صفحه دول. طبعا اشهر، انا عندي كتب تاني ليه لكن في المكتبه اللي بره، زي ما قلت لكم ان انا عندي مكتبتين يعني. اشهر كتبه مثلا زي صياد القصص. طبعا كل كتبه بتناقش تقريبا يعني نفس المواضيع يعني، فصعب ان انا اقول لك هي بتتكلم عن ايه بالظبط. لكن هو عظيم جدا وانا بحبه جدا، وكتبه معظمها قريتها يعني. ده بالنسبه لادواردو جاليانو.
في روايات كويسة كمان لجاليانو زي قرن الريح والوجوه والأقنعة وسفر التكوين. الكاتب اللي بعد كده هي إيزابيل إليندي. إيزابيل إليندي كاتبة من تشيلي. إيزابيل إليندي هي كاتبة من تشيلي زي ما قلنا، وهي عمها سلفادور إليندي اللي هو الراجل اللي كان بيحكم تشيلي في فترة من فترات ثم حصل الانقلاب عليه. طبعا هي متأثرة جدا بالمرحلة دي في حياتها ومتأثرة بالفترة دي من التاريخ، وبالتالي تكتب عنها كتير. أنا عندي ليها أكتر من رواية، لكن الموجودين عندي في المكتبة هنا هي رواية باولا. دي رواية هي كاتباها لبنتها لما كانت مريضة في المستشفى. والرواية الثانية هي ما وراء الشتاء اللي هي اتعمل منها طبعة عربية أو طبعة مصرية أقصد من مكتبة التنمية. دي كانت بداية معرفتي بيها اللي هي ما وراء الشتاء، ويقال إنها مش أعظم رواياتها لكن أنا حبيتها جدا الحقيقة. يعني أنا انبسطت بيها جدا وكانت فتحة خير يعني بالنسبة لي. دي إيزابيل إليندي. هندخل بعد كده لواحد من كتابي المفضلين على الإطلاق، ماريو فارغاس يوسا، كاتب من دولة بيرو. طبعا ماريو فارغاس يوسا واخد جائزة نوبل سنة 2010. احنا عملنا عنه فيديو منفصل لوحده، من الفيديوهات القليلة اللي عملناها عن كاتب معين، وتقريبا كل رواياته رشحناها بصورة او باخرى. منها طبعا حفلة التيس، دي واحدة من الروايات المفضلة والرواية اللي خلتني احتقر كل الروايات التانية. الرواية بتتكلم عن ديكتاتور في دولة الدومينيكان اللي هو تروخيو. طبعا الراجل بيتكلم يعني اسلوب عظيم ولغه عظيمه، وبيشرح شخصيه الشخص ده خالص، بيغوص في ابعاده النفسيه وبيغوص في ابعاد المحيطين بيه، وازاي الدكتاتور ده بيسيطر على اللي حواليه وكل هذه الاشياء. روايه انا بحبها جدا 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 وبرشحها لاي حد. حفله التيس. صحيح، ماريو فارغاس يوسا ليه رواية كان شادي رشحها لي، عجبته جدا بس ما عجبتنيش الحقيقة، اسمها بنتاليون والزائرات، هو بيحب يرشحها دايما. بعد كده هندخل شويه على روايتين من الادب الاسباني. واحده منهم اللي هي احمق وميت وابن حرام وغير مرئي. الروايه دي من الادب الاسباني زي ما قلنا، خوان خوسيه مياس ده الكاتب بتاع روايه هكذا كانت العزله. لا 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 لا، اسمها هكذا كانت الوحده يا شادي، مش هكذا كانت العزله. وده اللي خلاني اشتري الروايه دي. هكذا كانت العزله دي كانت روايه عظيمه الحقيقه، كانت صادره عن سلسله الجوائز بتاعت الهيئه العامه للكتاب. لكن الروايه دي الحقيقه احبطتني وانا ما حبيتهاش خالص، او يمكن ما فهمتهاش الحقيقه، يعني ما كنتش عارف هو عايز يقول ايه بالظبط، فما انبسطتش بيها خالص يعني الحقيقه. بعد كده هندخل على روايه اخرى من الروايات المفضله، وهي روايه الغرطوقي لميجيل ديليبس. الروايه دي برضو من الادب الاسباني زي ما قلنا، وبتتكلم عن محاكم التفتيش. طبعا من الروايات الجميله جدا اللي قريتها عن الموضوع ده، انا مهتم شخصيا بموضوع محاكم التفتيش والكلام دوت، فالروايه دي كانت من الروايات المفضله. والمترجم كمان عبد السلام باشا كان بيكتب دايما هوامش تحت بيعرفك المصطلحات والطوائف المختلفه اللي انت ممكن ما كنتش سمعت عنها قبل كده، وترجمته كانت عظيمه الحقيقه عبد السلام باشا يعني. فدي روايه انا برشحها جدا جدا جدا، وعملت عنها فيديو قبل كده برضه. ندخل بعد كده على روايه اخرى، هي روايه فتاة الترومبون. روايه فتاة الترومبون انا ما قراتهاش ومش عارف هي بتتكلم عن ايه، لكن كنت قرات روايتين لنفس الكاتب اللي هو انطونيو سكارميتا. الروايتين هم ساعة بريد نيرودا وعرس الشاعر، والاثنين كانوا مبهرين حقيقي يعني. عشان كده انا اشتريت الروايه دي حتى من غير ما اعرف هي بتتكلم عن ايه. ده انطونيو سكارميتا فتاة الترومبون. بعد كده عندنا روايه او كتاب من الادب البرتغالي، هو كتاب اللا طمأنينة لفرناندو بيسوا. طبعا فرناندو بيسوا هو وساراماجو هم اشهر كاتبين برتغاليين عاشوا او وجدوا في التاريخ يعني. الكتاب دوت زي برضو كتب جاليانو ما نقدرش نصنفها، لان هو فيه قصص قصيره، فيه خواطر، فيه حاجات زي كده، فهو الكتاب نفسه متنوع جدا من جوه. انا كنت بدات فيه من فتره لكن وقفت عشان كنت اتشغلت بحاجات كده، لكن الترجمه كانت جميله جدا، ما كانش عندي فيها اي مشكله يعني. والكتاب ده من الكتب اللي تقييمها على جود ريدز عالي جدا جدا جدا، انتوا مش متخيلين يعني. كتاب اللا طمأنينة لفرناندو بيسوا. بعد كده هندخل على رباعية الكتب المنسية لكارلوس زافون. طبعا كارلوس زافون هو كاتب اسباني برضو، هو مشهور جدا او يعني شهرته اكتسبها من الرباعية دي، رباعية مقبرة الكتب المنسية. الترجم منها 3 أجزاء حتى الآن. الجزء الأول هو ظل الريح، طبعا ما يتهيأليش إن في حد ما قراهوش لسه. الجزء الثاني هو لعبة الملاك، ده مش معايا حاليا. الجزء الثالث هو سجين السماء اللي عملنا عنه فيديو مؤخرا، فيديو منفصل للرواية دي فقط.
طبعا هو بيتكلم عن تاريخ اسبانيا، بيتكلم عن فتره الحرب الاهليه في اسبانيا وفرانكو وديكتاتوريه فرانكو والكلام ده. والكتب بتاعته دايما بتدور حوالين الكتب بصوره او باخرى، فالموضوع ممتع جدا بالنسبه لي، وناس كتير حبتها وناس كتير كانت دايما بترشحها لبعضها يعني. فظل الريح وسجين السماء ولعبة الملاك روايات عظيمة جدا، ويعني لازم تقرأوها. الرف التاني زي ما قلنا هو رف الأدب الأوروبي اللي هو أكتر من دولة، يعني أنا ما حطيتلوش تصنيف معين. طبعا ممكن نبدأ من اليمين. عندنا طبعا روايتين من رواياتي المفضلة على الإطلاق، وعملت عن كل واحدة منهم حلقة منفصلة، ولسه في جزء ثالث المفروض ان هو بيترجم حاليا وخلاص، او تم ترجمته خلاص وهيصدر قريبا يعني. الثلاثيه دي بعنوان النمل. الجزء الاول منها هو النمل. طبعا يا جماعه الروايتين دول بيتم تصنيفهم حاجه في الادب اسمها الخيال الفلسفي، وده الحاجه المشهور بيها برنار فردير، الكاتب اللي كتب الروايتين دول او الثلاثيه دي اللي هي ثلاثيه النمل. الراجل عامل شخصيات للنمل، عامل بيسرد تاريخ مستعمره من مستعمرات النمل، وبيتبع الاحداث الفاصله في حياتها والفارقه في حياتها، وعلاقتهم بالبشر ايه، والمعارك اللي بتدور بين الاجناس المختلفه، وطبعا بيعدي كمان على العشرات المختلفه مش مجرد النمل والكلام ده. فالروايتين كانوا ممتعين جدا بالنسبه لي ومليانين معلومات بصوره غريبه فعلا يعني. فانا برشحهم جدا، واللي عايز يعرف عنهم تفاصيل اكتر ممكن يشوف الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده. النمل البرنار فربير. بعد كده عندنا ثلاثيه ستيج لارسون اللي هي ثلاثيه ميلينيوم. دي قد تكون افضل ثلاثيه ادب بوليسي في التاريخ. ده الجزء الاول بتاعها فتاة لا يحبها الرجال، الجزء الثاني بتاعها فتاة لعبت بالنار، الجزء الثالث ليها هو فتاة في عش الدبابير، وفي جزء رابع اللي هو فتاة في شبكة العنكبوت، لكن ده كاتب مختلف لأن ستيج لارسون مات قبل ما يكمل اللي هو كان عايز يكمله هو كان عايز يعمل 10 أجزاء، ملحقش يكتب غير 3 بس، فكمل بعده كاتب آخر يعني. ويقال إن في أجزاء تانية، أنا بصراحة مش عارف المعلومة دي، لسه بتترجم أجزاء تانية لكتاب تانيين. لحد أن أنا استمتعت بيهم جدا جدا جدا، وقرأتهم في وقت قياسي، رغم ان انا كنت ساعتها في الطوارئ والمفروض ان انا مضغوط يعني وكده، بس كانوا ممتعين جدا لدرجه انا مش قادر اسيبهم. وعملنا فيديوهين عن اول جزئين منهم، وناويين ان شاء الله نكمل بعدين يعني. لكن هي ثلاثيه عظيمه جدا وانا برشحها جدا. بالنسبه لفتاة في شبكه العنكبوت هي بصراحه كانت اقل منهم جوده، وبالتالي انا ما برشحهاش قوي، لكن تظل جيده يعني. الاسلوب مختلف، وده هتلاحظوا الناس اللي قرأت اول 3 اجزاء هيكتشفوا ان الاسلوب مختلف شويه، فده ممكن يعمل لك مشكله حبتين يعني. دي ثلاثيه ميلينيوم لستيج لارسون. بعد كده عندنا روايه بوليسيه اخرى وهي تركتك ترحلين. هو اسمها يبان انها روايه رومانسيه، قرايتي لاول 100 صفحه فيها انا حسيت انها روايه بوليسيه فيها جريمه وفيها شخص بيموت وفيها تحريات وكلام زي كده، فانا اعتقد انها روايه بوليسيه يعني. دي حاجه مش متاكد منها لان ما قريتش منها غير 100 صفحه بس الحقيقه، ما اقدرش اجزم بكده، لكن الروايه مشهوره جدا وترجمت مؤخرا المركز الثقافي. عموما هي صدر على المركز الثقافي دايما بيقدم لنا اكتشافات جديده، ودي حاجه انا بحبها في دار المركز الثقافي العربي جدا يعني. طبعا الروايه واخده جوائز كتير، جائزه بولار لافضل روايه عالميه في 2016، جائزه القراء في 2017، كمان جائزه القراء دي اللي هي جائزه الجود ريدز يعني. فهي المفروض انها روايه حلوه، والتقييم بتاع الجود ريدز حلو جدا يعني. لما اقراها هقول لكم رايي فيها بالظبط. بعد كده عندنا نيلوفر اسود.